خوتي خواتاتي جيت نعاود لكم واحد القصة هي للعبرة. أنا سميتي فاطمة، عمري كان 22 عام فاش تزوجت براجلي، وبعد 10 سنين ديال الزواج رزقني ربي بوليد سميتو كريم. كان ممود عينيا وعامر عليا الدار، وواحد النهار تفاجأت بخبر وفاة راجلي في واحد الحادثة. مسكين جات ليه الوفاة ديالو على غفلة. المهم بقيت عايشة أنا وولدي كريم، وبفضل مساعدة بعض الناس من عائلتي كنا عايشين أحسن عيشة. حتى لواحد النهار ما عمرني ما نساه، مرض ولدي كريم بسخانة، ولسوء الحظ كان الأجل ديالو قرب، وهكا توفى ولدي كريم إثر واحد سخانة طلعت ليه كانت مجهدة ومجهدة بزاف. المهم بعد الوفاة ديالو عشت أيام حزينة مع الأنبياء غير ربي، لدرجة أني وليت مكتئبة وبقيت متبعة مع دكتور نفساني، واعتبرت الموت ديال ولدي كريم نهاية العالم. وكنت سد على راسي وسد بالمزيان، لدرجة أن الجيران ديالي كان كيصحاب لهم بلا راني مسافرة عند عائلتي. كان حسي مقطوع ومقطوع بالمرة. حتى لواحد النهار وقع واحد المشكل لواحد البنت الجيران ديالنا، كانت عازبة، وحاولوا حبابها يستروا فضيحة بنتهم، وطلبوا مني إلا بغيت نتبنى المولود ديالها بلا ما يسوق حد الخبار. تخيلوا أن الأم البنت والأب ديالها جاو بغاو يبوسوا ليا الرجلين باش نصدر الفضيحة ديال بنتهم، وندي هذاك الشيء اللي غادي يتزاد. وما نكذبش عليكم، بقوة ما تبعت الخاطر لولدي كريم فرحت في الداخل ديالي، وقلت ربي أكيد بغا يعوضني. أنا غادي نفرح بهذا المولود ولا المولودة، وهاد الناس غادي يستروا فضيحة ديال بنتهم لأنها غلطت مع شي واحد كانت كتعرفو. بعد ما سال منها زدحها وما بقاش بغا يعترف بالحمل ديالها وبلا الجنين ولدو. الحصول وصل نهار اللي غادي تولد فيه البنت، كان المولود ذكر أي وليد، وتماك سميتو على سميت ولدي كريم، وديتو بعد ما درنا جميع الإجراءات القانونية، وهكا ولا المولود كريم ولدي. أما الأم الحقيقية لولدي كريم دازت ليام ومشات ليام. كان عندها واحد ولد عمها كيبغيها في واحد الدولة عربية خدام، وفاش جا وخبراتو بهداك الشيء اللي وقع ليها وأنها طاقت في هداك الشاب وكلامو المعسول، وكان صحاب ليها بلا حقا كيبغيها. المهم تفاجأت بهداك ولد عمها كيطلبها للزواج، وكانت فرصة مناسبة بالنسبة لها، وهكا تسدات الصفحة ديالها وتزوجات ومشات مع راجلها. أما أنا وولدي كريم بفضل مساعدة ديال الناس من عائلتي عايشين في الديار الأوروبية تمكنت من الهجرة، وهكا بين عشية وضحاها ولينا عايشين في إسبانيا. خدمت وتكرفست وحتى سخفت وضربت تمارة على قلبي، وهكا حصلت على الوريقات والإقامة ليا أنا ولدي بعد 3 سنين ديال الغربة. المهم عشت لولدي كريم بمثابة أب وأم، وسبحان الله العظيم من نهار ديتو وأنا ما بقيتش مريضة نفسيا وما بقيتش مكتئبة، وربي يسر ليا كل الأمور ديالي. وهكا عشنا أنا وولدي في واحد السعادة ما تقدروش تخيلوها، لأن ربي بالفعل عوض ليا. أما ولدي كريم كان حياته كان فيها 3 د الحوايج، كانت المدرسة ديالو وعائلته اللي هي أنا، والنادي اللي سجلته فيه كيلعب الكرة. وبقينا هكا سنين وسنين حتى وصل كريم ديالي 18 عام. واحد النهار كنت جاية المغرب على أساس ندير صدقة نمشي الحج، وبالفعل مشيت، وفاش رجعت تفاجأت بولدي مبدل عليا. سولته علاش، ما فهمت والو، وحتى النادي اللي كان ملتحق بيه ما بقاش كيمشي لعندو. حاولت نسولو من جديد ما بغاش يقول ليا والو. الحاصل واحد النهار وانا كنكتشف بلا ولدي ولا خدام في البار كيسربي الشراب، كانت اكبر صدمه كنتعرض ليها. وفاش حاولت نمنعو قلت له ما خصكش دير هداك الشيء، قال لي بوش من حقك تمنعيني، انتي ماشي امي، انتي مجرد مرة غريبة عليا، درتي فيا بليزير باش تعوضي النقص اللي كان عندك. حاولت نقول ليه بلا راه ولدي، لكن ما عطالياش الفرصة، او بمعنى اخر
ما بغاش يفهمني ويسمع ليا، والنتيجة جمع صاكو وخوى الدار وما بقيتش كنشوفو. أما أنا ما كان عالم بيا غير ربي سبحانه وتعالى، ما خليت فين ما قلبت عليه، ما خليت فين ما سولت عليه. ولدي نساني بالمرة، رجعت للمغرب لعائلتي وجيراني، رميت عليهم العار، بغيت نعرف منهم كيفاش عرف بلا أنا ماشي مو، لأن شي واحد فيهم هو السبب، خصوصا أني خليته في المغرب بعد ما مشيت الحج. الحاصول وتقول واش شي واحد منهم خبرني بلا هو اللي خبرو بهداك الشي. الحاجة الوحيدة اللي اتفقوا عليها هو قالوا لي خصكي تمشي عند واحد الفقيه وطلبي منه يدير لك شي محبة بينك وبين ولدك. تخيلوا نتوما على آخر الأيامات ديالي نمشي عند الطلبة والفقهاء، والطامة الكبرى أني كنت حجيت. يعني الإنسان غسل العظيمة ديالو إلا كان صدرت منه شي حاجة في صغره. وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين هم التوابين. وأنا بعد الحج غادي نمشي للطلبة والفقهاء. تخيلوا مدى الكارثة. الحاصول رغم أني إنسانة ملتزمة وتقية وكنخاف الله، إلا أني مريت بلحظات ضعف خلتني بالفعل مشيت في طريق الهاوية، مشيت برجليا للشرك بالله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعطيت الفلوس صحاح. وكل ما كنت كندفع كل ما كان ولدي كيبعد عليا كتر. والمشكل أن البني آدم غير يدوق الطريق ديال الطلبة والفقهاء كيبقى ديما عبيد ليهم. وهكا استغرقات المعاناة ديالي 3 سنين ونص تقريبا، حتى لواحد النهار كتطلع ليا القردة في الراس والدم والمازوت، وانا كنقول شنو جبت كاع من هاد الطلبة والفقهاء، الولد باقي ما بان. وهكا جمعت كلشي هادوك الحروز اللي كانوا كيتعطاو ليا فسخت باباهم، والبقية كنت ديجا حرقتهم. وبقيت كنبكي لربي وكنطلب منه يغفر ليا، وبديت كندير قيام الليل وكنطلب الله يغفر لي على أي حاجة درتها، لأن عوض ما نرد ولدي صدق تزيد معصية في معصية. المهم دازت شي 15 يوم على هاد الحادثة. واحد النهار كنت كنصلي الفجر وأنا كنسمع الباب د الدار كتحل، بقيت في بلاصتي على السجادة جامدة، بقيت كنقول بيني وبين نفسي واش كريم اللي جا وما جيت فين نكمل الصلاة ديالي حتى كندخل عليا غلبوا عليا دموع. ولدي الحبيب ديالي فين كنتي؟ اش هاد الغبور؟ فين مشيتي؟ واش عطاك خاطرك سمحتي في ميمتك؟ بقيت كنبوس فيه وكنعنقو، ما كان عليه غير حتى هو ولا كيعنقني وكيبوسني وطلب مني سماحة. وبقينا فايقين حتى للصباح، وعاود ليا على اللي خبرو، وعرفت بلا اكتر وحده كنت كنتهلا فيها كانت حناه، وقال لي بلا صافي ما بقاش باغي يعرفها، واني انا اللي هي الام ديالو، انا اللي سهرت وتعذبت وتمحنت من اجله حتى ولا راجل. وهكا رجع ليا ولدي الحبيب ديالي، وما نسيتش نبقى نكتر من الصدقات لعل وعسى ربي يسمح ليا على هذاك الشيء اللي درته. وهذه هي قصتي خوتي خواتاتي. العبره من هذه القصه اياكم شي نهار تغلطوا كيف غلطت انا وتمشيو عند الطلبه والفقهاء، اللي يطلب ربي، وربي سبحانه وتعالى اكيد ما غاديش يخيبكم.